نظم العشرات من العاملين بمصلحة الضرائب العامة وقفة احتجاجية أمام وزارة المالية ووحدات المصلحة في كافة أنحاء الجمهورية اليوم للمطالبة بإقالة منير القاضي رئيس قطاع العمليات الميدانية بمصلحة الضرائب وزوجة الفريق سامي عنان. كما طلب العاملون بتحسين أجورهم وإيقاف استنزاف صندوق الرعاية الخاص بالعاملين. من جانبه قال عمرو صديق إن المطالب الرئيسية للعاملين بالضرائب المصرية هي سحب قرارات التجديد لأحمد رفعت ومنير القاضي لتجاوزهما سن المعاش، فضلا عن تجريد المكافآت والحوافز والعلاوات الخاصة بهما من ضريبة كسب العمل وفقا لما انتهت إليه أحكام القضاء. ولمزيد من التفاصيل معنا على الهواء مباشرة مراسلتنا من أمام وزارة المالية دميانة سعد. دميانة، بعد التحية، ما هي آخر التطورات والأوضاع لديك الآن؟ نظم العاملون بمصلحة الضرائب وقفة احتجاجية أمام وزارة المالية، ودعوا لهذه الوقفة أمام وحدات المصلحة في كافة أنحاء الجمهورية، وحاولوا أمام وزارة المالية مرتين قطع الطريق. في المرة الأولى اختلفوا، بعضهم رفض هذا الاقتراح، وفي المرة الثانية هي تجرى الآن، وتحاول الشرطة العسكرية تهدئة الموقف، وقاموا بترديد هتافات تطالب بالمطالب التي ذكرتها الآن ياسمين، وعلقوا بعض اللافتات التي تطالب بنفس المطالب أيضا، وعلقوا لافتة مكتوب عليها القائمة السوداء عليها مكتوب عليها أسماء العاملين دون إقالتهم. من أحد المشاركين في تعرف بحضرتك؟ عصام. أستاذ عصام، أنتوا بتطالبوا المطالب، اتقدمتوا بالمطالب دي أول مرة؟ لا، هي دي حقيقة احنا بنطالب بيها، بس من خلال وقفات احتجاجية. طالبنا من بقت أيام ما كان الثورة نطهر المصلحة من اللي موجود فيها، من الناس السياسيات اللي موجوده، ومن المستشارين والناس اللي موجوده اللي بتاخد فلوس ملهاش لازمه. احنا كمأمير ضرايب احنا اللي بنتعب وبنلف في الشوارع وبنعمل معاينات وبنتعرض لحاجات كتير ومخاطر كتيره، ما بناخدش قد اللي قاعد قد اللي قاعد في المكتب ما بيعملش حاجه. يعني حضرتك لو فرضنا على سبيل المثال الناس الكبيره اللي موجوده اللي بياخد 1000 جنيه بيعمل بهم ايه؟ مأمور ضرايب بناخد ايه؟ بنتعب، واحنا اللي بنجيب حصيلة الدولة حضرتك من حصيلة مصلحة بتمثل 70%. اما احنا ما بناخد بنسبة 1%. احنا كان المفروض ان حقوقنا ناخدها على الاقل 3% من حصيلة الموازنة اللي احنا بنجيبها من مصلحة الضرائب، ما بنتحصلش عليها. موظفين الضرائب ما بيتحصلوش على وقت